على الرغم إن الاتنين مرتبطين جدًا ببعض، أو على الأقل دي الصورة اللي كانت متصدرة لينا جميعًا، لكن واحد كان قاعد في المستشفى بيصارع الموت بمرض السرطان، والتاني كان بيرقص في مهرجان الجونة. تعالوا بقى نشارك مع حضراتكم اللحظات الأخيرة للفنان مصطفى فهمي، الفنان اللي توفى من ساعات قليلة أوي داخل مستشفى في المهندسين، وده بعد صراع مع المرض. الفنان توفى عن عمر ناهز 82 عام. ما يلا بقى نشوف. طيب هو في المستشفى ليه اخوه ما كانش متواجد معاه بالرغم من مرضه ده؟ مرضه مش جديد، ده من 8 شهور على الاقل، وحرفيا بقاله 8 شهور بين الحياة والموت، واللي كان بيعمله شقيقه حسين فهمي في الجونة. طبعا ناس كتير انتقدته جدا، سايبت اخوك لدرجة ان الاسعاف بعد ما كان تعبان في المستشفى اخدوه البيت، الإسعاف ما لحقوش يرجعوا المستشفى مرة تانية. طبعا رحمة الله على الفنان مصطفى فهمي اللي توفى منذ ساعات بمرض السرطان. الأعمار بيد الله طبعا، ربنا يرحمه ويغفر له، بس بقاله فترة بيصارع المرض، سرطان في المخ اللي حصل. تفاصيل كلها ده اللي هنقوله دلوقتي. مصطفى فهمي من عائلة راقية جدا جدا، طول الوقت بيمثل دور الفتى المدلل أو ابن العائلة الغنية، هو وشقيقه حسين فهمي اللي ارتبطوا ذهنيا مع الجمهور ان هم طول الوقت متجمعين مع بعض، واغانيهم في رمضان والمناسبات اللي دايما بيظهروا فيها مع بعض، لدرجة ان الناس كانت بتنتقدهم: انتوا اتنين عواجيز قاعدين طول الوقت مع ستات وخاربين الدنيا زي ما بيقولوا. لكن المرض اول ما عرف طريق الفنان مصطفى فهمي، الفنان حسين فهمي عرف طريقه هو كمان، شاف طريقه وقال: والله انا بحب الدنيا وبتعب قوي من المستشفيات ومن المرض ده. وساب اخوه تماما في المستشفى من شهر مثلا، وبقاله شهر 8 شهور، بس من شهر 8 اللي فات وهو فعلا في المستشفى، وعمل عملية وشال الورم من المخ. طبعا الأطباء قالوا له الحل الأمثل هو الجراحة، هنشيله ونشوف ايه اللي هيحصل بعد كده. ده طبعا بسبب كبر سنه، هو في الثمانينات من عمره، وتوفى عن عمر 82 عام زي ما قلنا. كل دي عوامل تسببت ان حالته تدهورت بعد العملية جدا. عمل العملية في مستشفى في الشيخ زايد، فضل فيها شوية، وبعد كده أهله شافوا إن هو حرام يفضل متواجد في المستشفى، وإنه بيته أولى بيه، وإن هم هيوفروا الرعاية اللازمة. وبالفعل راح لبيته وقعد في المهندسين، وكان كل شوية يعني أخوه ممكن يسأل عليه بالتليفون، بس ما كانش طول الوقت متواجد معاه. وطبعا حسين فهمي هو رئيس مهرجان القاهرة، فدايما عنده اهتمامات كتيرة بموضوع المهرجانات. الإسعاف حاولوا ياخدوه مرة تانية يودوه، لكن ما لحقوش. ده اللي حصل فعلا، وحالته الصحية تدهورت جدا، وتوفى على باب منزله قبل ما الإسعاف ياخده تماما. أول ما أخوه عرف بالموضوع ده، جا جري من الجونة علشان يشوف أخوه، لكن كانت صدمة كبيرة ان اقرب حد في حياتك كلها لما يجي يشوفك بعد ما تكون خلاص رحت للي خلقك. رحمة الله على هذا الفنان الكبير. الناس كتير انتقدت حسين فهمي لانه ما كانش واقف جنب اخوه، وانه راح حضر مهرجان الجونة اللي ما كانش ليه لازمة. اهتموا بصحتكم، مفيش اهم من الصحة، مش فيش في الدنيا اهم منها. مصطفى فهمي كان تعبان، لكن حسن يوسف على مثلا بحسب شمس البارودي اللي حكت التفاصيل قالت ان ما كانش تعبان ابدا، وانه كان قاعد معاها طلب منها بس شوية مية يشرب، بعد كده توفى. يعني الله يرحمهم هما الاتنين، ادعوا لهم. على الرغم